كل سنة وانتم طيبين. العيد جه والفرحة مع الأهل والأصحاب، بس مستعدين نجاوب على سؤال مهم بعد العيد؟ هنرجع زي ما كنا ولا هنبدأ بداية جديدة؟ رمضان كان فرصة اننا نقرب من نفسنا، نفهمها أكتر، نكون أحسن. لكن التغيير الحقيقي مش بينتهي بانتهاء رمضان، لكنه الحقيقة انه بيبدأ دلوقتي. عشان كده هنبدأ مع بعض رحلة جديدة، وهنكتشف الحاجات اللي بتأثر علينا من غير ما نحس. اسبوع كامل هنطبق فيه إعادة تشغيل الحياة، وهنبدأ بداية حقيقية. رحلة إعادة فهم نفسنا والتعافي وإعادة تشغيل حياتنا من الصفر. ازاي؟ هنتكلم في أسابيع مطولة، اسبوع كامل هننطلق فيه، هنبدأ بداية جديدة وهنطبق إعادة تشغيل الحياة من الصفر. الرحلة معانا هتكون 4 أسابيع. الأسبوع الأول ليه احنا محتاجين نفهم نفسنا، وهنا هنغوص في الماضي، في طريقة تفكيرنا، في الحاجات اللي بتشكل في شخصيتنا من غير ما نحس. بعد كده هنعرف ازاي نتحرر من الماضي ونتحرر من العلاقات السامة، ازاي نقدر نتحرر من الأفكار اللي بتقيدنا والحاجات اللي بتقتل حركتنا. حاجة هنعرف ازاي نعمل إعادة برمجة تانية لحياتنا، وهنا هنبدأ فعليا في بناء نسخة جديدة من نفسنا، كل حاجة سواء من خلال العادات أو حتى من خلال طريقة التفكير. رابع حاجة ان احنا هنعمل تحدي إعادة تشغيل حياتنا. في النقطة دي هنطبق كل حاجة اتعلمناها خلال الرحلة كلها. الرحلة دي مش مجرد فيديوهات، تجربة حقيقية. جرب تطبق بنفسك وشاركنا في التعليقات تجربتك.